السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير وربي حافظكم. كيما راكم تشوفوا عنوان هاد لا فيديو حافظ دراجي. عندك عام وانت تعاود في نفس الفقره اللغويه اللي راك تشوفها، زعما فلسفه كبيره. فشل بالماضي لا يعتبر انه فاشل، ولكنه فشل في مهمه وعليه بالرحيل. عمارة عليه بالرحيل، زفيزف عليه بالرحيل، زتشي عليه بالرحيل. وانت ما عندك حتى اسم على حسابك نتايا، ما عندك حتى اسم تقترحه لرئاسة الفيدرالية، وانت راك تقترح نفسك على عامين ولا 3 سنين على حساب الكونترا تاع بين سبور. هل نعتبر عدم استقالة مونتشيني اللي كان بطل كأس أوروبا في 2021 ب 38 مباراة بدون انهزام كما بالماضي 35 بالكواليس ديالها؟ وهناك شكوك على قسامة، كاين ولا ما كاش حافظ دراجي؟ ما كاين إقالة، ما كاين استقالة. اليو سيسي اللي خسر في 2017 و 2019 كأس إفريقيا حتى 2022 باش اداها، فشل في المهمة ولكنه لم يقال. ولما تطبق هذه العقلية، انا دوك نفضحكم انت وجماعة الواري وكل الجماعة ديالك، لما تقول انت يا حفيظ دراجي انه الفاشلين لازم اللي يفشلوا في المهام لازم يستقيلوا. عندنا احنا وليد صادي كان مدير المنتخبات الوطنية، فشل في 2017 في الدور الاول في كأس افريقيا كما صارت للجزائر في 2022، ولم يتأهل كأس العالم 2018. واليوم الحقت حتى تتحالفوا مع جماعة الكراج اللي كانت تتكسر في الفيدرالية ديالك. حتى الهواري اللي درت معاه لقاء صحفي شبه صحفي في 2019 في مرس ورجعتوه كان يقول ديجاج رورو. سبب كاع هذه المأساة وهذه الخيبة المهزلة اللي رجعنا ضحك في افريقيا هي من كثرة التسيب في المنتخب، قلة الانضباط، سوء اختيار المدرب. فيدراليا ديكتاتور، نقولوا هذا الرئيس فيدراليا ديكتاتور، ما يسمع حتى الواحد، يعمل شي في راسو. جاب لنا مدرب مهلهل ما عندوش، ما يعطيكش يتحكم في المجموعة. كان يقول لنا انا عندي دي سي في وعندنا عالمي وعندي هذيك، ما جاب لنا مدرب منبوت في افريقيا في بلجيكا، ما يحترموش البلد تاعو. حاجة اللي تحس بالنفس. هذا الفريق خاصو انضباط وصرامة، خاصنا تغيير جذري في اعلى هرم. صاي شبعنا نطلب من السلطات تتدخل تعمل ضغط من اجل يحط الاستقاله تاعو، باسكو صاي غادي ما يقعد ما غادي يدير والو. لا كوب دي مون تاع روسيا راحت، كاس العالم راحت، الكار راحت، خرجنا بمهزله بخيبه امل. صاي باش يقول انا عندي دراهم دوك دراهم تاع سبونسور. هذه موبيليتي هي دوله. بيجو من تعطي دراهم الجزائر الفريق الوطني تعطيه هذوك دراهم تاع اللي جابوهم، ماشي دراهم تاع الجرة جابوهم. نتمنى زعما يخرج يرحل. انا نضمن اطلب رحيل رئيس الفيدراليه. اليوم نسمع لكم تحكي لكم وصله العنطر يحيى مع بالماضي. كلنا سمعنا الحكايات على بالماضي. انا قبل من هذاك الشيء نجيك للخرجه الاولى لما جاهم خبر هكذا باللي عنتر يحيى بالك يكون رئيس فيدراليه في 2021 بعد الدوره تاع زتشي. خرج لنا المكلف بالقنابل العنقوديه والمدويه والبروفيسور المتخصص في الدود العشبي والكارديولوج مؤخرا. اسمع واش يقول خويا العزيز على عنتر يحيى. هنا رانا في سبتمبر 2020، اسمع وتمتع. اسم اخر تم تداوله بقوه وهو اسم اللاعب السابق عنتر يحيى، وكانت تطرح عليه سؤال في اخر ندوه صحفيه اللي عقدها بعد ما دخل للجزائر بصفته كرئيس مدير عام تاع اتحاد العاصمه. عنتر يحيى في الواقع هو صح، يعني المعلومات رسميه انه هو من اتصل باشخاص وطلب منهم باش يساعدوه باش يكون رئيس للاتحاديه الجزائريه لكره القدم بعد رحيل زتشي ومكتبه. هنا بدا التهجم خويا العزيز. دوك نسمع لك تكذيب عنتر يحيى في اوت 2020، دونك قبل من هذا الفيديو بشهر. واش قال عنتر يحيى لما التحق كمدير عام لاتحاد العاصمه؟ اسمع خويا العزيز الكذب تاع المختص بدود العشبي والكارديولوج مؤخرا. اسمع عنتر يحيى خويا العزيز واش يقولنا. انا جيت للجزائر، j'ai signé un contrat avec l'USMA. Je suis venu dans un club. ما جيتش في l'équipe nationale, ما جيتش la fédération, je suis venu dans un club. Et comme je l'ai dit encore, j'ai dit je viens
comme l'ont fait beaucoup d'autres Français étrangers. Moi, je suis algérien. Moi, je suis algérien et vivant à l'étranger. J'ai été dans un club pour apporter mon expérience et pour faire en sorte de réussir dans un club, Inch'Allah. Le summum dans un pays, c'est l'équipe nationale. C'est vrai ça, on le sait. Le summum dans un pays, c'est l'équipe nationale. Je connais le summum. Mon objectif principal, et encore avec toute loyauté, respect pour les supporters, je n'utilise l'ISMA pour un tremplin. Non. Moi j'ai une responsabilité, déjà قدام الناس كراجل قدام الناس بشخصيتي بعقليتي مسؤوليتي envers des gens, des petits, des grands, des vieux pour faire un travail. Et je compte bien mener cette mission à bon port Inch'Allah. ولكن الجهات هذو كاين منهم من هذه الجهات اللي نبهوه الامر، هو كان يجهلوا، كان ما يعرفش هذا الامر. هذا الامر وشنو هو؟ عنتر يحيى كان يعتقد بان رئيس الاتحاديه عنده ان صالير، يعني عنده اجره محترمه اللي تمكنوه باش يؤدي المهام تاعو باريحيه. هنا كاع كذب خوتي. عنتر يحيى مستوى جامعي ما يعرفش يروح يشوف شروط الترشح. زيد سمع خويا العزيز، راهو جاي بيت القصيد، وهادو كاع اكاذيب، هما حبوا يقصيو كل منافس راح باين ولا ماشي باين على الطريقه المافياويه. زيد سمع، راهو جاي بيت القصيد، ومن بعد نجوزو لك الهوارجي وجد راهك. ولكن لما نبهوه وقالوا له بان رئيس الاتحاديه غير ممكن باش تكون عنده اجره، سي ان بينيفول، يعني يكون رئيس متطوع. كيفاش يكون رئيس متطوع؟ ما يديش اجره من الاتحاديه لان القوانين تمنع. على هذاك نشوفوا يعني غالبيه تاع رؤساء الاتحاديات سواء يكونوا مثلا تجار او عندهم عمل اخر اللي يخدموه او يكونوا متقاعدين، يعني عندهم اجره محترمه اللي يقدروا يعيشوا بها، والبقيه يحكموها بينيفول، يعني يحكموها متطوعين. هذا الشيء عنتر يحيى. ما تقولهمش حسين على عباد ما كانوا والو، ولات عندهم 60 شركه خاصه. على هذا زادوا نبهوا هذا الشيء. عنتر يحيى العائله تاعو تعيش في فرنسا، ومن المستحيل الانسان يعيش بالعائله تاعو بولاده في فرنسا ويجي يصير الاتحاديه هنا وما عندوش اجره، يعني هذه هكذا بدات التهجم على عنتر يحيى. نفس المجموعه زيد بزياده. دوك نسمع لك عنتر يحيى لما بالماضي في افريل خرج قال لنا يا ناس واحد الانسان على طريقه نفس الطريقه دارها مع سرار، وانا درنا عليها فيديو، تكلم معايا وقال لي جوز لي الدوسي ديالي وانا ناس الفوق بطريقه غير محترمه. عطالو الحس. الاولين اللي تهجموا على عنتر يحيى جماعه الخروطو، العصابه، دوك نسمع لهم الهوارجي وجد راهك. العصابه وناس الفوق بداو يلصقوا كلمه ناس الفوق على عنتر يحيى، لانه كان على بالهم باللي لا رياكسيون تاع بالماضي راح تفضحهم. وهذاك الشيء اللي صرا في افريل في التربص تاع الفريق الوطني 2021 بالماضي فضحهم في الندوه الصحفيه. خرجوا جماعه الخروطو يطاكيو في عنتر يحيى ويلصقوا فيه كانه عنتر يحيى اللي يكلم بالماضي. اسمع خويا العزيز، نسمع لكم مازوزي واش قال لهم. عنتر يحيى كونديدا طاحوا على عنتر يحيى. سا فو دير كوا؟ سا فو دير هادو جمال يفون امبوزي لور كونديدا. شكون الكونديدا هذا تاعهم؟ يبان ماشي الكونديدا تاع الوراوه. نعم. ولافوني نو ديرها. نعم. مي والله ما يحشموا. نورمالمون يكونوا نوت. ياك كيما قال لك جمال، قال لك حاجه كبيره، قال لك يفو بلاسي لالجيري او دسو دو توت اوتر كونسيديراسيون. الجزائر قبل كل شيء. اروح انا اروح راح نسمع لكم. هو شعوذه على كل حال، بكابتشور ديكرو خويا العزيز. نفس المجموعه اللي راهي تقول اليوم انه بالماضي، راني جاي لك ميدو فيديو وحدكم قناه الكراج، نفس المجموعه اللي تقول لك انه بالماضي رفض عنتر يحيى، هما اللي كانوا يتهجموا على عنتر يحيى. اروح الهوارجي، هوارجي نقدم لكم الهوارجي اللي كان من جماعه الهفاف وقناه الظلمه يكسروا فيه كانوا يكسروا في روروه في 2017. هذا السيد كان يجوز قناه الهفاف، النهار، القنوات التونسيه، المصريه، بين سبور، ويتكلم وكانه الناطق الرسمي باسم المناصرين الجزائريين للفريق الوطني. نسمعوا عنتر يحيى قبل ومن بعد نجو وصرا ما بين عنتر يحيى ووليد صادي. اسمع وتمتع خويا العزيز. Moi, j'ai aucun problème avec le sélectionneur national et j'en aurai aucun.
Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on est derrière lui, on souhaite une qualification pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, et c'est ça le plus important. Comme vous, comme moi, comme tous les amoureux du football, on espère voir notre équipe nationale en Coupe du Monde. الشيء راهو باين. قال لك انا ما كاين والو بيني وبين بالماضي، وعلما انه بالماضي في الندوه الصحفيه هذيك قال هادو اللي راني نتكلم عليهم وعيطوا لي في التليفون اذا كانوا رجال يخرجوا. عن طريق يحيى خرج قال لك انا خاطيني. راح نسمع لكم واحد لافار خويا العزيز الهوارجي جوز. واش راك الهوارجي؟ صافا غرسولك سنه، غرسولك شويه شعر. اسمع وتمتع واش يقول لنا الهوارجي. كيفاش بداو يلصقوا كلمة الفوق في عنتر يحيى وعنتر يحيى عصابة. راك تشوف لي كابتور ذيك خويا العزيز. راح نسمع لك واحد الباساج تري امبورطون قبل ما نكملوا هاد لا فيديو. تترشح الى رئاسه الكفار، هذه نحترموها، ولكن من وراء ترشحك. ولماذا خالفت الكلام وخالفت وعد عده اشخاص كانوا يحبوك؟ فقدت هذاك الحب تاع الناس اللي كانت هي اللي كانت تضرب عليك في الخفاء وضربت عليك. الان راك تاكل على عصابه. من هي هذه العصابه؟ ساوضح كل شيء خاوتي اليوم. العصابه من هي؟ راك تسمع خويا العزيز كيفاش راهم يخدموا الخدمه لاقصاء منافس محتمل لرئاسه الفيدراليه. زيد تسمع خويا العزيز. على من راك راكز على العصابه. بعدنا لك في صافي لونطو قلنا لك باللي راك تتمشى وتجمع مع فلان راك تتمشى مع ديك داك السيد اللي كان عندها سوابق عدليه اللي ما غاديش نذكر اسمه، ولكن بلقطه هو معروف اللي اتهم في قضيه التسريب الصوتي. هو اللي يتوصي فيه ويحوس يلقى له لافير مع بالماضي. اولا انت هي علاقتك جد متوتره مع جبار بالماضي، وبالماضي امبوسيبل يخدم معك. هادو هما الجماعه اللي راهي تتكلم اليوم وتقول لك بالماضي هو اللي اقصى عنتر يحيى. نفس المجموعه خوتي، قدور الحاس القدور الشوافه والصحفيين يوم يخدموا معاهم، الوسواس الخناس حسين الابعاد مصطفى النعناع وكل شيء تباع. نفس المجموعه خوتي. اسمع واش صرا في مكالمه هاتفيه فبركوها ما بين وليد صادي وعنتر يحيى. ثانيا انت كنت مقترح كعضو فيدرالي مع البروشان بيهم، واتحداك اذا انا نقدر وانت مديك لاكور تاعك. عيط لك واحد مترشح اللي نقول شكون هو، عيط لك المترشح وليد صادي اللي كتبوها في لي اللي اتصل به امس، غادي ما تقولش اتصل بك وليد صادي من النوع يترشح ناس بروبوزاو باش يكون بيرو فيدرال معك. عيط له الو، عيط لك كنطرك معايا في البيرو فيدرال. انت ما تاخذ انا المصادر تاعي جاتني من المحيط عن طريق وليد صادي. واش قلت له انت في الهاتف؟ قلت له اوكي. قلت له لو سالير بروبليم تاعي انا في الصالير. قال لك سي ان بوست بينيفول تطوعي بيرو فيدرال ما يخصوش. انت قلت له يفو نتروفي ان سوليسيون بور لي سالير. وليد صادي قال لك سي ان بوست بينيفول. واتحداك اذا هذا الكلام خاطئ من عندي من الاخر. ومع كما ديك لاكور تاعك كانت تاع كيمين ما كيمين كنت قاعد تقعد في الياسمه وتجيب له فيدرال نورمال. انت اصلا تموت على الصالير. فوالا خاطي. انت من عيط الوليد صادي امس تشوكا لاعب دار. انت عيط الوليد صادي قال الو وي. قال له خويا وليد بروغرام تشونجا. هو كان بيرو فيدرال مع وليد ومد الكلمه كل شيء ولكن الكرسي واعر. عيط الوليد صادي امس على حسب المعلومات اللي جاتني ومعلومات جد مؤكده. قال له يا وليد باش تكون معايا في البيرو. يقول وليد صادي قاعد يضحك. جات ضحكه قال كيف انا نجي معاك في البيرو وانا كنت داير معايا في البيرو وانا بكري كنت انا نقوم بصوالحك وامورك. وليد فات قال انا ما نشتغلش معاك. قال له قال لك كيف بغيت قال عندي ناس من فوق عيطوا لي. شكون هذا الفوق اللي عيط له فوق؟ بزاف يقول لك الفوق، بن حمزه يقول لك الفوق، عبد القادر يقول لك الفوق. هذو داخلين عليه فوق هذه فوق ما باش الفوق. بغا عجبني خويا وجا لهذا الفوق. قلت له فوق. وليد قال لك نو مش بالك احنا ما غادي نسحب الترشح تاعي ولا عندك الفوق الله يسلك. كان تاع المشكله انني غلطتني يا انت كنت مع وليد صادي في البيرو غير قال شو لك شره اول من يعيطوا لك الرجال. لا انا مع وليد في البيرو. لا عندي فوق وزدوا عيط الناس الاخرين ناس فاعلين في الكره الجزائريه. عيط لهم اللي داروا فيك خير بزاف على ليبوك راحوا عيط لهم ودوموندي التسكين تاعهم وهما خداوها في الهواء. قال لك نو ماذا بيك تكون مع وليد في البيرو احسن. انا اتمنى لك في البيرو تتعلم. انت دروك نتحداك وكنا راك تشوف خويا العزيز عنتر عصابه، عنتر يحوس على الدراهم، عنتر يتكلم على عنتر يحيى خويا العزيز. نفس المجموعه اللي راهي تقول لنا اليوم بالماضي هو اللي ما قبلش عنتر يحيى وعنتر يحيى هو اللي ما قبلش عنتر يحيى وما قبلش وليد صادي. ولا لا رفيق كوفيد الوقفه ديالك مع راوراوا. هذه هي نقطه التحول تاع رفيق كوفيد من منتقد لراوراوا منذ سنوات في جريده الخبر الى يسقط بالماضي ولازم يروح بالماضي ونعاودو نجيبو نفس الاشخاص اللي كنتو تنتقدوا فيهم. واش اللي تبدل؟ هو الحس يتواصل خاوتي. تهلاو في روحكم،
تهلاو في والديكم وفي ولادكم، تهلاو في الجزائر، قلبنا كاع راهو معاكم. وانتم يا اصحاب المصالح حنا نتهلاو فيكم. اصحاب الكراج غدوه ان شاء الله الفيديو ديالكم. طبطب صوني جام خويا العزيز، سينيال راهو داير حاله. السلام عليكم. Demandless.